مشاهدينا الكرام، حياكم الله مع حلقة جديدة إن شاء الله تعالى مباشرة من مدينة كيبيك. إذا ثلوج خفيفة تتساقط، درجة الحرارة هنا ناقص 6 درجات. نعم، هذا يعني على لوحة السيارة، لكن غاسونتي أظن أنها تكون ناقص 10، يعني مع قليل من البرد. الطريق كما ترون يعني السيارة غير يعني متمكنة في مكانها، تتبقى تزلق، لأن هادو تيكونوا الطوقان ديال السيكتورات الصغار. يعني ما تيدينيجاوش 24 ساعة على 24 ساعة إلا كانت لا طومبيت. دونك الطرق اللي تيكون عليها دق واللي يعني 24 ساعة على 24 ساعة دينيجمو هي الطرق الرئيسية، يعني الطرق الكبيرة. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى كيفاش نبنيو الوطن ديالنا العربي حتى يكون عندنا يعني جيل قوي ويكونوا عندنا شباب قويين، وان شاء الله تعالى يعني نكون حتى حنا اقوياء، يعني حتى الدول العربيه ما يبقاش هذاك الشيء تنشوف يعني نطمسوه. اولا في الدول العربيه دابا كاين واحد المشكل اللي هو خطير جدا 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 صراحه. بقى تنتشر الياس وتتنتشر كلمات ما كاين ما يدار، وتتنتشر يعني السلبيات أكثر من الإيجابيات، لدرجة حتى صار المجتمع العربي 80% أو 85 سلبي. وحتى الناس يعني نسأل الله السلامة والعافية صاروا سلبيين في المجتمعات العربية. يعني تدخل لبرا الأول راك تبدا تهضر معاه يبدا يكرهك في المدينة، يبدا يكرهك في البلاد، يبدا يكرهك يعني. باش إن شاء الله تعالى نخرجوا من هذه الدوامة ويكونوا عندنا شباب ناجحين مستقبلا ان شاء الله تعالى ويزيدوا البلاد لقدام. اولا الانسان اللي ما يكونش ايجابي ما عندك ما دير به، يعني لا تستمع اليه، ما تجلسش معاه في القهاوي، ما تحدثش معاه، ما تاخذش منه ولو نص فكره، لانه سيعطيك يعني كما يقال العقرب لا تعطي الا سم، هو يحمل سم. كلما تحدثت معه أخذت منه السم وجلست أنت يعني بلا شغل بلا خدمة بلا مشاريع، ما عندك فين تحب. الله يرضي عليكم حاولوا نكونوا إيجابيين. الإنسان اللي ما راهش إيجابي وكتجلس معاه راه يعطيك السم. أولا يفشلك، ما دير لا مشاريع لا حتى شي حاجة، البلاد كلها تردها يعني ما فيها حتى حاجة ومدمرة، يعني المغرب بخيراته وبأكمله يردوا لك هو كأنه يعني نار جهنم، يعني ما فيش كاع حس، ما تتحركش. دونك الله يرضي عليكم الانسان اللي راه سلبي ما عندك ما دير به. وحتى في الدول المتقدمه هنايا في كندا ولا في امريكا ولا في اوروبا، الناس ملي تمشي تحاول وتركز 100% على ان الناس اللي ما راهاش عندها افكار ايجابيه ما تجلسش معاهم، ما عندك ما دير به. هكذا اشنو غادي يبدا يوقع؟ غادي يبدا الفكر يعني اللي ما راهش ايجابي، يعني الفكر السلبي غيبدا يموت، لان الا وليت انا ما كنريحش معاه ما كنستمعش ليه، وانت ما كتريحش وما كتستمعش والاخر ما يريحش معاه اذا صار ذاك الفكر مهجورا لا احد يستمع له. دابا انا تنشوف حتى هنايا يعني الناس اللي ما راهمش ايجابيين تتجلس معاهم يكرهوك. حتى في كندا بشركاتها بخيراتها يعني بوظائفها يعني الشاغرة التي لا تجد من يملأها، ويرد لك كندا ما فيها حتى حاجة، وكندا يعني دولة فيها الفقر، وكندا ما فيهاش الخدمة، وكندا فيها المصاريف أكثر من كذا، وكندا حتى يرد لك كندا يعني كأنها إفريقيا. هي نفس الفكرة نفس الشخص، يعني داكشي اللي كاين عندنا في الوطن العربي راه كاين حتى هنا. دونك الله يجازيكم بخير الانسان اللي ما يكونش ايجابي يعطيوه اتساع، لان باش نقتلوا يعني السلبيات ضروري خصنا نقلبوا على الناس الايجابيين، وكل واحد تتشم فيه غير الريحه ديال انه ماشي ايجابي بعد من حدا ما عندك ما دير به. هذه نقطه اولا يجب ان يعني يتم التعامل فيها في الدول العربيه جيدا، يعني هذه وصيه صراحه، لان انا مررت من هذه المرحله في العالم العربي صراحة. والله يوم يعني بحثت عن الناس الإيجابيين وجلست معهم، والله صرت أتعلم منهم واستفدت منهم الكثير،
والله نجحت حتى في وطني نجاحا لم أكن أتصور أنه موجود، وهذا بفضل الله عز وجل أولا، وبفضل أولئك الناس الذين سخرهم الله، يعني أن التقينا بهم وكانوا إيجابيين في الفكر. الله الذي لا رب سواه، يعني كان لدي صديق في المغرب أحييه من هذا المنبر. الصديق كان إيجابيا كثيرا، يعني لا يستسلم أبدا، بما أنه كان هو يعني أيضا لديه، يعني كلنا نمر من تلك المراحل، أن هناك ظروف صعبة، هناك حياة صعبة، هناك يعني مسؤوليات، ومع ذلك كان إيجابيا 100%، لا يستسلم. فبكثرة الجلوس مع هذا الصديق يعني أنا أيضا بدأت أخذ منه تلك الإيجابيات، يعني صارت لدي فكرة عدم الاستسلام في الحياة. وبحول الله وقوته والله الذي لا رب سواه نجحت، وهو أيضا كان نموذجا، وفي فترة معه والله نجح، وسخر الله وفتح عليه ونجح وصار ناجحا جدا جدا جدا. أسأل الله عز وجل أن يزيد عليه من خيراته، وأن يصبها عليه صبا صبا أكثر مما صبها عليه. لهذا الله يجزيكم بخير، باش نكونوا يعني شعب واعي متقدم إن شاء الله تعالى، يعني يضرب في الأعماق. الشعوب العربية يعني لديها أسلحة، والله الذي لا رب سواه، لديها أسلحة الفكر الإسلامي، الأسلحة التي لا تقهر، وما قهرت يعني منذ 1400 سنة، والإسلام يعني يسري في الناس، وتكابل عليه من تكابل، ونفقت الأموال لدحره، ونفق الفكر والإعلام والهواتف والقنوات والحرب من السماء والأرض، ولم يغبى ولم ينتصر عليه. وليس هناك رجال يدافعون عن الإسلام حق الدفاع، ولكن الله يدافع عن دينه. يعني أمر عجيب. والمسلمون لديهم يعني السلاح الذي والله الذي لا رب سواه إن تمسكوا به. والإسلام يحث على الإيجاب، يعني الإسلام يجعلك دائما إيجابيا لا تستسلم. يعني هناك قصص لرسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا جدا جدا، يعني ما يئس عليه الصلاة والسلام وما استسلم وانتصر، يعني وضرب الإسلام في الأعماق وظل يعني ينتشر وانتشر بعد موته عليه الصلاة والسلام. إذن كن إيجابيا، بارك الله فيك، كن إيجابيا. أنا كنت أتحدث على لي تخافايو حتى هما تنعطيهم هذا الرسالة، كونوا إيجابيين. نعم، عش اللحظة التي أنت فيها، عش اليوم التي أنت فيه، يعني الذي أنت تعيشه في كندا أو في كيبيك أو يعني في أي بروفانس كنت. عيش يومك، وعيش يومك سعيد، ويعني وعمل، دير داك الشيء اللي بيدك، دير الله تبارك وتعالى كاين أمور أوجبها عليك ديرها. أما القادم وما سيأتي والمستقبل هذا بيد الله مكتوب. إن كتب لك الجلوس في كندا ستجلس في كندا، إن لم يكتب لك والله لن، يعني ممنوع تجلس، ولو أخذت الإقامة ولو كذا وكذا يقع لك مشكل. هناك أناس أخذوا الإقامة، وأناس يعني أخذوا السطوينتي ووقعت مشاكل وكذا وكذا وتم سحبها وتم طردهم. إذا ما كتبش الخبز هنا والله لا كلتي، نهار يحرم من هنا غادي يحرم. كيف ما كتب لك الخبز واحد النهار باش تاكلوه هنا وسخر لك الله وتيسر الأمور وجيتي، نهار يحرم الخبز من هنايا غادي يحرم الله، ما تقعد. دونك كن إيجابيا وعيش إيجابيا، يعني وتفاءل خيرا دائما. لهذا أنا أقول يعني بيتا شعريا صراحة، والله على المسلمين أصبحنا نعيش في هذا الزمان. ستار يا ستار من طنجة إلى قندهار، وأسفاه على أمة المليار ليس لها قرار. والله هذا بيت يعني شعري طويل أحفظ منه بعض الكلمات، كان يؤثر في عندما أسمعه. دونك الإخوان، هذا هو الشريط ديال اليوم، وهذا هو الفيديو ديال اليوم. ثلوج خفيفة تتساقط في مدينة كيبيك. نحن يعني مباشرة من يعني لا كابيتال. أيها الإخوان، الله يرضي عليكم،
كونوا إيجابيين، يعني كونوا مثبتين، يعني ما تخافوش، سيكون خيرا إن شاء الله تعالى. تفاءلوا خيرا، الله عز وجل معنا ولن يتركنا يوما، ونحن بيدي يعني قوي عزيز. دونك نحن على الدخول إلى الطريق السيار سانطان دو بوبخي. حياكم الله. هناك ثلوج تتساقط، يعني لا يمكن أن أبقى على الحديث، فالقيادة في هذا الجو تكون يعني تحتاج انتباها. دونك حياكم الله، وإلى حلقة جديدة إن شاء الله تعالى.